السلام عليكم. مساء الورد والجمال على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده هيكون فيديو جديد عن الاستثمار في الفضه. في اسئله كتير جات لي عن الاستثمار في الفضه وازاي نستثمر فيها وهل هي بتكسب ولا بتخسر. بص، مبدئيا هي عمرها ما بتخسر، هي بتكسب، بس ده استثمار طويل المدى، مش اللي انت تشتري النهارده وتبيعه بكره. لا، اقل حاجه انت بتتكلم في سنه او سنه ونص عشان تقدر تفكر تبيع وتاخد مردود منها. مثال بسيط، السنه اللي فاتت لو بنفس التواريخ هتبقى جرام الفضة كان عامل 13 جنيه، يعني السبيكة خام عامل 13,000. النهاردة بتاريخ النهاردة 8/5/2023 كيلو الفضة خام ب40,000. السعر العالمي للفضة 25 دولار ونص للأونصة، والسعر المحلي داخل مصر 40 جنيه للجرام. دي الفضة السويسري، مجدية للاستثمار على المدى الطويل مش مدى قصير. يعني انت اقل حاجة انت بتستثمر في الفضة انت بتتكلم من سنة ونص لسنتين، ده اقل حاجة عشان تقدر تاخد منها مردود كويس ويكون فيه هامش ربح كويس ترضى بيه. والاستثمار بيبقى في سبائك وزن كيلو او نص كيلو او ربع كيلو، ده الانخفاض نسبة المصنعية على الكيلو والنص والربع. وحاليا موجود شركات كتير، لكن افضل شركة ممكن تتعامل معاها هي شركة BTC للانتشار الواسع ليها داخل مصر، وفي نفس الوقت سهولة البيع. يعني في اي وقت هتبيع او تشتري معاهم او مع اي تاجر بيتعامل معاهم. والحمد لله احنا موزعين لشركة BTC، ومتوفر سبائك كيلو، نص كيلو والربع كيلو والأونصة اللي هي وزن 31 جرام و10. اكتر حاجة تتأكد منها وانت بتشتري سبائك الدمغة والعيار، دي بيبقى موجود على السبيكة ذات نفسها، دي من مصلحة الموازين المصرية. اكد لك جودة العيار وصحة السبيكة ذات نفسها. يا ريت اكون جاوبت على معظم الاسئله، واي سؤال اكتب لي في التعليق وان شاء الله هرد عليكم. احنا متواجدين في سموحه في محافظه اسكندريه، شارع الطيار محمود شكري، محل ارض الزعفران للفضيات. ويا ريت تدعموني بس بلايك وبشير للفيديو، وانتظروا مننا كل جديد ان شاء الله. وهيكون موجود رقم تليفون في صندوق الوصف في الفيديو ده للتواصل او للحجز او للاستفسار عن اي شيء. السلام عليكم.